العاشرة مساء بتوقيت أسمر المحل، أينما كنتم أيها السادة والسيدات من الفضائية التي نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء. استلوا معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. استمرار حملة مكافحة الجراد في الإقليم الجنوبي. جهود مرضية لتنمية الغابات في شلاب. رعاية الأمومة والطفولة في تسنية تحقق نتائج مرضية. مئات القتلى والجرحى جراء زلزال قوي ضرب تركيا واليونان. قتلى ومصابون في انفجار بخط نابيب غاز بالعراق. سلوفاكيا تجري فحوصات الكورونا لجميع مواطنيها في سابقة. أهلا بكم للتفاصيل. تتواصل حملة مكافحة أسراب الجراد المنتقل من إثيوبيا إلى مختلف مديريات الإقليم الجنوبي بتنسيق وتنظيم ومشاركة قوية من قوات الدفاع والسكان وخبراء الزراعة والإدارات. وقد ظهرت أسراب الجراد من 26 وحتى 29 من أكتوبر في 56 موقعا في مديريات عدخالة ودق محري وطرنا وميعيني وأمن حيلي وسجنيتي وعدقيح وسنعفه، ويجري السيطرة عليها بأعمال رش المبيدات. وأفادت المعلومات الواردة من الإقليم إرسال سيارات ومعدات الرش إلى مناطق تواجد الجراد، وضعا في الاعتبار كثافة أسراب الجراد المنتقل من إثيوبيا ومساحات انتشاره، وأن عملية انتقاله إلى أماكن أخرى ضعيفة نتيجة أعمال المكافحة الجارية. وأوضح السكان بأن التجهيز المسبق للمبيدات ومعدات الرش والقدرات البشرية أنقذت مزارعهم من خطر محدق. ذكر سكان ضحية شلاب في مديرية عردة أن جهودهم لحماية وتنمية الغابات تحقق نتائج مرضية. وأشار السكان إلى أن الأشجار الكبيرة المستوطنة واجهت خطر الانقراض للاقتلاع الجائر، ونتيجة للمبادرة التي اتخذوها يعود الوضع إلى سابق عهده. وأوضح مدير ضاحية شلاب السيد حسين محمد علي أن القوانين الداخلية التي وضعوها إضافة إلى أنشطة الحراسة حسنت من وضع الأشجار في منطقتهم. وأفاد العاملون في حراسة الغابات أن الغطاء النباتي يعود إلى طبيعته بعد الاقتلاع الجار الذي شهدته المنطقة للاستخدام الزراعي وفحم الوقود. أوضح مسؤول الخدمات الصحية في مديرية تسنية السيد قبره واتخذت أن عدد الحوامل التي يقومن بمراجعة منتظمة للمؤسسات الصحية في المديرية ارتفع بنسبة أكثر من 98%. وقال أن الإنجاز التي تحقق نتاج جهود المؤسسات الصحية ووكلاء الصحة الطوعيين في القرى، مشيرا إلى ارتفاع التطعيم خلال 9 أشهر إلى 93%، وإصحاح البيئة لأكثر من 82% في القرى. وذكر عن ارتفاع نسبي لمرض الملاريا هذا السنة تزامنا مع قذارة الأمطار دون تسجيل أي حالة وفاة، وحث المواطنين للمواصلة في رش المبيدات ونفير النظافة باعتبارهما أساس وسائل المكافحة. من جانبها أوضح مسؤول المركز الصحي في مدينة تسانية السيد برهي حدقو أن المركز يقدم خدمات التطعيم ومتابعة أوضاع الحوامل والتحاليل الطوعية ومتابعة الأطفال دون الخامسة وطب العيون. وقال خبير طب العيون السيد عبد السلام إيمان أن بدء خدمات طب العيون أنقذ المواطنين من مصروفات غير لازمة، مشيرا إلى تقديم المركز النظارات الطبية وإجراء العمليات الصغيرة. وحث مسؤول الخدمات الصحية السيد قبره واتخذ المواطنين لوقف السفر العشوائي للحد من الأمراض المنتقلة لمتاخمة المديرية للحدود. ويوجد في مديرية تسنين مستشفى ومركز صحي واحد و3 عيادات. أعلن مربون نحل في مديرية مندفرة أن الخبرات المتراكمة وإرشادات المهنيين والاستخدام الجيد لموارد مناطقهم ساعد في تطوير إنتاجهم. وذكر الحصول من 20 إلى 25 كيلوغرام من المنحلة الواحدة، ودفع ذلك للتوسع في تربية النحل، مؤكدين على استعدادهم للمشاركة لتنمية الثروة القابية. وقال منسق أنشطة الثروة الحيوانية في مكتب وزارة الزراعة في مديرية مندفر السيد هبتوم لاينه
أن مربو النحل انتقلوا من المناحل التقليدية إلى الحديثة ومن العمل الفردي إلى العمل المؤسسي. وأوضح أن من أهم تحديات تربية النحل اقتلاع الأشجار، مشيرا إلى أن النحل يعمل إلى جانب إنتاج العسل في السلامة البيئية والتلقيح، داعيا الإدارات لتشجيع الراغبين في تربية النحل. استشهد يوم 29 من أكتوبر بمستشفى القوات الجوية بأسمر المدير العام للبنك التجاري الإريتري المناضل يمان تسفيع عن عمر ناهز 72 عاما جراء مرض ألم به. التحق المناضل يمان تسفاي بقوات التحرير الشعبية في أبريل 1978، وخدم حتى الاستقلال في القوات المقاتلة ووحدات التنظيم في الداخل والخارج، وعمل بعد الاستقلال من عام 1992 وحتى 2016 مديرا عاما للبنك التجاري الإريتري. والمناضل يمان تسفاي رب أسرة وأب لابن واحد، وقد وري جثمانه الثرى عصر اليوم 31 من أكتوبر في مقبرة الشهداء بأسمرة. ويعرب البنك التجاري الإريتري عن بالغ حزنه لاستشهاد المناضل يمان تسفاي، ويقدم تعازيه الحارة لأسرته ورفاقه وزملائه. فاصل ونوافيكم بالأنباء العالمية. يحاول عمال إنقاذ إزالة كتل المباني المنهارة قرب تركيا بحثا عن ناجين إثر زلزال قوي خلف 37 قتيلا على الأقل و800 جريح في البلاد وفي اليونان المجاورة. وأفادت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية بأن شدة الزلزال بلغت 7 درجات، وسجل في بحر إيجا جنوب قرب إزمير ثالث أكبر مدن تركيا وقرب جزيرة ساموس اليونانية. وتسبب الزلزال بتسونامي محدود في جزيرة ساموس ببحر إيجا وبمد بحري أغرق شوارع في إحدى البلدات على الساحل الغربي لتركيا. وانبثقت عن الكارثة انفراجة دبلوماسية بين الخصمين التاريخيين المتضررين من الزلزال، إذ أجرى رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس اتصالا هاتفيا نادرا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتقديم التعازي والدعم. وفي تركيا لقي 35 شخصا حتفهم وأصيب 800 وفق وكالة إدارة الكوارث التركية. أما في اليونان فلقي مراهقان حتفيهما حين انهار جدار وفق ما أفاد التلفزيون المحلي، وأصيب 9 أشخاص وأبلغ عن أضرار مادية. قالت مصادر بالشرطة العراقية أن 2 على الأقل قتلا وأصيب 51 آخرون بعد انفجار في خط أنابيب غاز جنوبي البلاد. وأوضحت الشرطة العراقية أن الانفجار وقع قرب مدينة السماوة على بعد 270 كيلومتر إلى الجنوب من بغداد، لافتة إلى أن فرق الإطفاء تمكنت من احتواء الحريق بعد إغلاق خط الغاز. ورد في بيان عسكري أن الانفجار أودى بحياة طفلين وتسبب في إصابة 28 من بينهم 9 مسلحين بفصيل شيعي وفق ما ذكرت وكالة رويترز للأنباء. وأضاف البيان أن أسباب الانفجار لا تزال غير معروفة، وأن فرق الإطفاء لا تزال تحاول إخماد الحريق. تطلق سلوفاكيا برنامجا لإجراء فحوصات تشخيص الإصابة بكوفيد-19 لجميع مواطنيها في سابقة عالمية. وسيشارك نحو 45 ألفا من العاملين في مجال الصحة والجيش والشرطة في إجراء الفحوصات في هذا البلد العضو في الاتحاد الأوروبي، والبالغ عدد سكانه 5.4 ملايين نسمة، لجمع العينات في حوالي 5000 موقع. وقال رئيس الوزراء السلوفاكي إيغور ماتوفيتش خلال الأسبوع الراهن أن العالم سيتابع باهتمام ما يحصل في سلوفاكيا، معتبرا أن هذه الخطوة ستنقذ مئات الأرواح البشرية. واختارت سلوفاكيا فحوصات المستضدات التي توفر نتائج سريعة في غضون دقائق، لكنها لا تعتبر موثوقة مثل فحوصات PCR التي تؤخذ خلالها عينات من الأنف وترسل إلى مختبرات التحليل. وشهدت سلوفاكيا ارتفاعا كبيرا في الإصابات الجديدة، وسجلت في البلاد 3663 إصابة جديدة في غضون 24 ساعة، وهو رقم قياسي جديد. أكد مسؤولون ألمان أن المطار الجديد في العاصمة برلين سيفتح
سيفتح أبوابه بعدما تعرض المشروع لعقبات كثيرة دفعت كثيرين إلى وصفه بالمشؤوم. وبحسب تقارير صحفية فإن مطار براندبورغ تأخر عن الموعد الذي كان مزمعا اكتماله بما يقارب عقدا من الزمن. أما الأكثر شؤما في هذا المطار فهو أن افتتاحه سيجري وسط تراجع عالمي لحركة السفر والسياحة في ظل وباء كورونا. وقيم المطار على مساحة واسعة من 1470 هكتارا في منطقة شونيفيلدن جنوبيا العاصمة برلين، وسط آمال بأن يتحول إلى قطب للنقل يؤمن رحلات طويلة. وصلنا إلى نقطة الختام. دمتم في أمان الله.